لا الغزالات كي دايرين صافا لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. عواشركم مبروك والله يدخل علينا هذا الشهر العظيم ان شاء الله بالصحه والسلامه. هي اهم حاجه البنات، راه صحتكم هي اهم حاجه. الا مشات لك صحتك راه ما عند الحياه كامله ما عندها معنى. هاد الفيديو البنات درتو نزولا عند التساؤلات ديال بزاف ديال البنات و يعني تابع الفيديو اللي كنت درت لكم على بومزوي وعلى القولون العصبي. بزاف ديال الحوايج غفلت عليهم في الفيديو، بزاف ديال التساؤلات جاوني من مورا ما حطيت الفيديو. كاينين البنات تواصلوا معايا، كيسولوني، جاوني دي كومونتير وداكشي. شي حاجه جاوبت عليها، شي حاجه ما قدرتش نجاوب عليها، وقلت غادي ندير لكم فيديو. واخا انا شحال هادي ما حطيتش فيديو، راكم عارفين مع الوليدات والقرايه والخدمه وداكشي بنادم ما كيساليش. ولكن دابا ملي قربت العواشر وداكشي رمضان، انا عارفه بلا بومزوي بدازت عليا، عارفه بلا بومزوي كيزيد بزاف مع الصيام. وقلت ضروري ديما كنقول راه غندير فيديو غندير فيديو، قلت لا خصني نديرو قبل رمضان ان شاء الله. لانه بزاف ديال الحوايج كما قلت لكم جاوني تساؤلات عليهم وبغيت نجاوب عليهم. الاسئله اللي كتجيني بزاف هي: واش درتي الريجيم؟ واش ملي قطعتي الدواء ما رجعلكش القولون؟ واش مشيتي للطبيب النفسي؟ علاش حلبان المفعول؟ واش قطعتي الدواء تدريجيا؟ واش هادي. المهم انا غادي نجاوبكم سؤال بسؤال. آه، السؤال الاول: واش درتي الريجيم البنات انا كنت دايراه قبل ما نمشي للطبيبه، قبل ما ندير لا فيزيت وقبل ما ناخذ داك التريطمون. كنت درت هذا الريجيم، يعني سنوات هذه انا محيده الدقيق الابيض، سنوات هذه انا محيده القلي وداكشي، لانه اكتشفت بانه ملي كناخذ سيرتو الدقيق الابيض، ملي كناخذ شي حاجه بالدقيق الابيض كيجيني الكوليك وكيكثر ليا داك النبض وكتجيني استخفاء، صافي ما كنتلف. الا خديت الدقيق الابيض كنتلف. راه ماشي البنات عندي حساسيه ديال الجلوتين، ماشي، لا انا عندي المشكل يعني ملي كنكون كناكل القمح ولا هذه كنكون مرتاحه. اون فوا كناكل الدقيق الابيض بحال الا كليت السم كتبقى تقطع لي في كرشي. ولات كثرت ما مرض ليا مصراني، صافي تحسس ليا من الدقيق الابيض. كنحس بحال الا صرت مسكه، بحال بهذا المعنى هذا. كنحس براسي صرت مسكه الا كليت غير دقيمه ديال هذا ديال باريزيان ولا مسمن بالدقيق الابيض كيضرني. المهم البنات انا نقول لكم الحوايج اللي كنت محيده السفنج، محيده البطبوط، كل اي حاجه كتصاوب، ما حتى الحريره كتخلطيها بالحريره هكا ديال الحامضه ديال رمضان، تخلطيها بالدقيق الابيض حيديه، عوضته بالدقيق الكامل والفرينه. اي حاجه كديروا فيها الفرصه البنات عوضوها بالفرينه وجيبوها هكا من مطحانه، ولا جيبوا الفرينه وغسلوها وطحنوها، راه مزيانه. الدقيق الكامل حتى هو. اهم حاجه عندنا هنايا شنو هي؟ ما يكونوش دي برودوي شيميك، راكم عارفين الفرص كله دي برودوي شيميك. خصنا الالياف، بحال دابا ديك النخاله اللي كتكون في القمح الكامل وداكشي. حتى فرينه كتكون فيها واحد النخاله رقيقه، هي ما فيهاش نخاله بحال القمح ولكن فيها رقيقه. المهم خصنا حنا الياف اللي تعاوننا على الهضم وما تخليش لينا يعني مجال لهذا داك التحسس ديال القولون. راكم عارفين ملي كتكون القولون راه اي حاجه كليتيها تقدر تضرك، لانه اصلا المصران مهيج ومحسوس. كما قلت لكم البنات، بحال دابا الكيكه كنديرها بفرينه، كنديرها بالقمح، كنديرها بالشوفان. عندكم هذا المسمن حتى هو كنديرو بالزبده، ما كنديرش زيت المائده، كندير الزبده. كنديرو بالقمح والفرينه، كندير الزبده. الباريزيان ما كناكلوش، السفنج ما كناكلوش، البطبوط كنديرو بالقمح الكامل. داكشي ديال لي كريب وهذا كنديرو بالشوفان. البانكيك كنديرو بالشوفان. القليه البنات ما كنقليش، ما ق... دابا انا ما عنديش قلايه هوائيه، فالقلي ما كنديروش هكا مره الا تشهاو الوليدات وتشهيت انا شي حاجه هكا بحال الفريت ولا كنديرو في الفران. المهم راكم عارفين الطريقه باش كتعوضي الحوايج. مطيشه ديال الحكم ما كناكلهاش، كنصاوبها في الدار. الحليب خضر ما كنشربوش، ما كنخلطوش مع الحليب، ما كنخلطوش مع القهوه. كنقدر نشرب هكا حليب طايب، كناخذ الرايب، كناخذ اللبن حتى هو زوين، وخا غادي يضرك في الاول ولكن من بعد ملي كتولفي عليه حيت فيه خمائر طبيعيه وداكشي زعما يولي يجي معاك. شنو اخر المنظم ممنوع على البنات؟ كسكسو كما قلت لكم كندير ديال القمح الكامل، ما كنديرش كسكسو هذا الاصفر. بالنسبه للريجيم، هذا هو الريجيم اللي كنت انا متبعاه من سنوات هذه، وعجبني الحال عليه. يعني عجبني ملي كناكل شي حاجه فيها الدقيق الابيض، راه
كيتزاد عليا الحال. السؤال الاخر البنات: واش قطعتي الدواء وما رجعش لك؟ واش ملي قطعتي الدواء ما رجعش لك القولون؟ كما قلت لكم البنات في الفيديو السابق، التريتمون انا كنت خديته فيه 3 شهور، وملي كملت التريتمون ديالي ما رجعوش ليا الاعراض ليومنا هذا. دابا هذه شي 10 شهور تقريبا نقولوا عام ما رجعوش ليا الاعراض ديال القولون العصبي، ما عدا المعده اللي كانت كتبقى مره وضرني، لانه في الاخير اكتشفت بانه لابيلول هي اللي كانت كضرني في المعده. اون فوا حيدتها ودرت ستيريلي ما بقاتش كضرني المعده نهائيا، صافي. يعني الجهاز الهضمي ديالي حمدت الله وشكرته، اللهم لك الحمد ونعم الشكر، كنكررها اللهم لك الحمد ونعم الشكر، ما بقاش كيضرني الجهاز الهضمي ديالي نهائيا. القولون صافي ما بقيتش عرفتو، اللهم لك الحمد والشكر. كما قلت لكم البنات، صافي كملت التريتمون ديالي. وسولوني البنات حتى على واش مشيتي للطبيب النفسي. ما مشيتش للطبيب النفسي البنات. قلت لكم في الفيديو اللي داز فاش كنت كنقول نعاود لكم على الاعراض وداك الشيء وفاش مشيت للطبيبه وشنو قالت لي. انا كنت قلت للطبيبه تعطيني شي مهدئ، يعني حيت انا كنت كنتعصب بزاف. على اقل حاجه اتفه سبب كنتعصب. ملي مشيت للطبيبه قلت لها تعطيني مهدئ، قالت لي ودي انا ما نقدرش نعطيك مهدئ. الا كنتي كتشوفي راسك بلي كتعصبي بزاف تقدري تمشي للطبيب النفسي. ولكن انا الحمد لله ما مشيتش للطبيب النفسي، وكملت التريتمون ديالي ديال الطبيبه ديال الجهاز الهضمي، والحمد لله ارتحيت، خديت الدواء ديالي وارتحيت. ومزيان ملي ما مشيت، حيت كنت غنعالج واحد الحاجه وغنعطب حاجه اخرى، لان المشكل كان عندي في الجهاز الهضمي هو اللي كان كما كنعرفوا راه عندنا عقل، جوج ديال العقوله كما كيقولوا عقل في الراس وعقل في الجهاز الهضمي. ملي كيكون الجهاز الهضمي مريض راه بحال الا ما كيبقاش ليك العقل، كتكون معصبه، كتكون مدمره. كما قلت لكم كنت غنعطب جهه اخرى ثاني ونوحل فيها. الحمد لله ما مشيتش للطبيب النفسي، وما كنصحكمش البنات تمشيو، لانه غتبقاو مدمنين على الدواء وغتدخلوا في متاهه اخرى. القولون العصبي البنات راه قلت لكم الاعراض ديالو، وراه قلت لكم يعني هذا يعني كيفاش تعالجوه. خصكم تمشيو للطبيب وديروا الريجيم وما يكون غير الخير ان شاء الله. بالنسبه للمفعول واش على شحال بان ليا المفعول البنات؟ بان ليا من النهار الاول، حيت انا كنت قلت لكم باللي كان كيطير ليا النعاس بزاف، كنسهر اون فوا كنعس غير ساعه وكيطير ليا النعاس، صافي كنحس براسي شبعت نعاس. من النهار الاول اللي خديت التريتمون كانت عطاتني رولاكسيوم، وهاد رولاكسيوم البنات راه فيها المنغنيز وفيها كتعاون على النعاس وكترخيك وداكشي. الحبه الاولى اللي خديت تخيلوا طحت طيحه وحده حتى الصباح، عرفتي راه كنت مده ما نعستش ديك النعسه بحال هكاك، صافي نعست ارتاحيت. بالنسبه للعنوان ديال الطبيبه البنات غنخليه لكم في صندوق الوصف. الدواء ما قطعتوش تدريجيا. كملت 3 شهور ديالي، ملي كملتها صافي كملت لوغدونونس وحبستها، وصافي هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان وجاوبت على الاسئله، وعواشركم مبروكه والله يشافي الجميع، وان شاء الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والعافيه وبسلامه.